نخش بقى على الجزء بتاع المسائل. احنا يعتبر معانا في المسائل ان شاء الله 3 مسائل بس، مسألتين شبه بعض قوي، يعني تقريبا نفس كل حاجة بس باختلاف اللي هو الجي اوف اس، ومسألة تانية يعتبر اسهل منهم هما الاتنين اصلا. هناخد مسألتين من الثلاثة، والمسألة الثالثة هسيبها لكم على اساس ان هي نفس الفكرة بتاعت ايه اللي قبلها. احنا هنحل رقم كام وكام؟ هنحل رقم 1 و2، ورقم 3 انتوا هتحلوها عادي، هتلاقوا رقم 3 زي رقم 2 بالظبط. اي حد عنده اي مشكلة في رقم 3 مثلا وهو بيحل يبقى يعرفني السكشن الجاي ان شاء الله قبل ما اشرح اللاج كومبنسيتور، ممكن نبقى نحلها مع بعض عادي. المسألة الأولانية احنا قلنا دايما في المسائل دي بيديك في الداتا بتاعتك الترانسفير فانكشن، الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، وبيديك كمان السبيسيفيكيشن اللي انت محتاجها. فهو في المساله ديت هو مسهله عليك في ايه؟ مسهله عليك ان هو مديك الزيتا على طول ومديك الاوميجا ان على طول. المسالتين التانيين كان مصعبها عليك شويه، ان هو مديها لك بس في صوره اوفر شوت وفي سيتلينج تايم. انت هنا يعتبر ايه؟ انت يعتبر اصلا معاك اول خطوه اللي هي البارامترز، انت معاك الزيتا على طول مباشره بنص، والاوميجا ان على طول مديها لك بكام؟ ب 2 راديان بير سكند. فانت اصلا اوريدي اول خطوه كأن انت عملت لها سكيب. دي كده بالنسبه لنا اول خطوه، مديك كل السبيسيفيكيشن اللي هو عايزها. هو بيقول لك ايه في السؤال ده؟ بيقول لك determine which type of compensator is to be designed، يعني هو بس عايز يعرف النوع بتاع الكومبنسيتور اللي انت هتصممه. واحنا قلنا عشان نصمم الليد كومبنسيتور لازم تكون الفاي سي ايه؟ بوزيتيف، لازم تكون موجبه عشان اتاكد ان انا عايز ايه؟ ليد كومبنسيتور. فانا لو انا بحل لو لقيت ان الفاي سي بتاعتي طلعت بوزيتيف، يبقى انا كده الطيب اللي انا عايز اعمله ديزاين هو ايه؟ هو ليد كومبنسيتور. المفروض تقف لحد ما الخطوه رقم مثلا 4 اللي هي الخطوه بتاعتنا رقم 4 لما بتعرف الايه؟ لما بتعرف الفاي سي. فانت لما اوريدي انت عرفت الفاي سي، فانت عرفت النوع بتاع الكومبنسيتور. بس لو حد مثلا لو افترضنا ان انت معاك وقت في المساله في الامتحان، يبقى كمل حل المساله للاخر. بس المفروض على المطلوب اللي هو عايزه انت لحد رقم 4 كفايه. بس انا مش عارف بقى دكتور وائل هيعتمد الكلام دوت ولا هيبقى عايزك تحل المساله كلها، فعشان كده بقول لكم لو معاك وقت بحلوا المساله كلها. طيب احنا خلاص يعتبر معانا اول خطوه خلاص اوريدي. تاني خطوه هتحسب الاس 1 2 بتاعه الديزايرد دومينانت كونجكيت بولز. دي كده بالنسبه لك اللي هي اصلا هتحقق لك السبيسيفيكيشن بتاعتك او البرفورمانس اللي انت محتاجها. فانت كده بالنسبه لك القانون هيبقى ماينس زيتا اوميجا ان زائد او ناقص جي اوميجا ان في جذر 1 ناقص الزيتا سكوير. هتعوض طبعا بقى بقيمه الزيتا بنص وقيمه الاوميجا ان ب2. هتطلع معانا الاس 1 2 دي بسالب 1 وزائد او ناقص جي في جذر 3. طبعا جذر 3 ديت عشان انت لما تيجي تعملها في المساله او لما تيجي ترسم لازم تعملها طبعا كنسبه مئويه، فهتطلع تقريبا معاك جذر 3 دي على ما اتذكر ب1.7. طيب هتعمل ايه؟ هتيجي في الخطوه الثالثه انت المفروض عايز تعمل تشيك او عايز تعمل تيست للاس 1 2 ان انت هتعمل ايه؟ هتعمل ابلاينج للانجل كونديشن. انت هتعمل ابلاينج الانجل كونديشن ازاي؟ اول حاجه هترسم الاس دومين بتاعك او الاس بلين بتاعك. هنفترض ان ده كده بالنسبه لنا هو المحور الافقي، وده كده بالنسبه لي هو المحور الراسي. هتيجي على ايه؟ هتيجي على الجي اوف اس اللي مدالك في المساله، هتجيب البولز بتاعتها بالنظر كده، مش لازم تكتب البولز دي في صوره خطوات، بالنظر كده انت عندك البولز بكام؟ بصفر وسالب 1 وسالب 4. فهتقوم جايب النقط دي وموقعها على صفر سالب 1 وسالب 4. يبقى انت كده يعتبر ايه؟ وقعت النقط بتاعت الجي اوف اس. وبعد كده هتحسب، خليها مثلا بلون تاني كده، اللي هتقوم جايب الاس 1 2 دي تقوم ايه؟ حاططها على الرسمه بتاعتك. فانت لما تيجي تحطها على الرسمه هتبقى بالنسبه لك سالب 1 وزائد او ناقص 1.7. فهتيجي على السالب 1 دوت وتقوم طالع بقيمه 1.7 هنا كده، وتنزل برضو الناحيه الثانيه بقيمه 1.7 هنا كده. خلاص انا كده يعتبر وقعت كل النقط بتاعتي. هتبدا ان انت تطبق الانجل كونديشن على اي بول في الاثنين. اي بول في الاثنين، خد دايما اللي فوق بيبقى اسهل بالنسبه لك بكتير. وصل البول دوت بكل البولز اللي موجوده عندك في الجي اوف اس، وزي ما قلنا ملناش دعوه بقى بالبول الثاني دوت كاني مش شايفه عشان الناس كتير بتقع في الجزئيه دي. وبعد ما نوصله هنقيس الزوايا بتاعتنا سيتا 1 ودي سيتا 2. طبعا بالنظر سيتا 2 دي هتبقى بالنسبه لنا ب 90 وسيتا 3. وانت بتيجي تحل كده هتطبق بقى بالنسبه لك اللي هو الانجل كونديشن اللي هو ماينس، وبعد كده مجموع الزوايا اللي هي سيتا 1 و2 و3. هتلاقي ان سيتا 1 دي هتطلع معاك ب 120، وان 2 هتطلع معاك ب 90، و3 هتطلع معاك ب 30 تقريبا، ب 30. كل دوت بالنسبه لك مفيش طبعا هنا زيروز بالنسبه للسيستم. ادام مفيش زيروز يبقى انا كده يعتبر ايه؟ هجمعهم على طول، ومش هقول بقى زائد سمشن اللي هو زيرو انجلز، لان هي بالنسبه لي كانها بصفر.
طب هنا بالنسبه لنا هتلاقي المجموع هيطلع بكام؟ بسالب 240. ده معناها ايه؟ معناها ان هو مش بيساوي 180 درجه، فانت كده يعتبر محتاج تعمل ليد كومبنسيتور. طيب لو انت بقى عايز توضح له الخطوه دي كده قوي، هتقول له كده بالنسبه لك بعد ما جبتها بسالب 140 درجه، يبقى هتقول له بالنسبه لك ان اس 1 و2 are not located on the root locus او الروت لوكاي اوف جي اوف اس، ان هم اصلا مش موجودين على المسارات بتاعه الجذور بتاعه مين؟ بتاعه الجي اوف اس، وبالتالي انت محتاج ان انت تعمل ديزاين للكومبنسيتور. مش هتقول بقى ليد ولاج، لان اصلا هو بيسالك في السؤال هو ايه النوع، فانت هتقول له ان انت هتعمل ديزاين لكومبنسيتور وخلاص. خلاص احنا كده بالنسبه لنا رابع خطوه ان انا هجيب الفاي سي. طب انت اصلا طلعتها بكام؟ سالب 240، فهتاخد السالب 240 دي وتقوم جامعها على الفاي سي وتقوم مساويهم بكام؟ سالب 180. هتلاقي ان الفاي سي بتاعتك طلعت بكام؟ ب 60 درجه. خلاص انا طلعت الفاي سي كده بالنسبه لي ب 60 درجه. هنطبق بقى اللي احنا اتعلمناه في الرسم من شويه، ان انت هتعمل طريقه من الطريقتين. انا هعمل طريقه في المساله الاولانيه وهعمل طريقه ثانيه، الطريقه الثانيه في المساله الثانيه، بحيث ان انتوا تشوفوا الطريقتين في كل مساله. فانا مثلا هعمل الطريقه الاولانيه مثلا في المساله دي ان انا يعتبر هعمل بايسكتور. طيب انا اصلا وانا برسم كده الخطوط لقيت لقيت ان انا بالنسبه لي الخط اللي هو متوصل مع الاورجن هو اوريدي متوصل عشان انا عندي بول عند الزيرو، فخلاص انا مش محتاج اوصل الخط ده تاني، فيا دوب بس هعمل خط افقي من عند النقطه دي. طب خلاص انا عملت خط افقي، قيس بس المسافه اللي هي موجوده عندك هنا دي كده بالبرجل، وقوم تقريبا مثلا هتبقى مثلا النقطه دي، وتقوم واخد من النقطه دي قوس، وواخد مثلا من النقطه دي قوس، وتقوم منصف الزاويه بتاعتنا، او تقيس بالمنقله على طول وتنصف الزاويه بالمنقله على طول، زي ما قلت كده، زي ما تحب في في الجزئيه ديت، ليك حريه الاختيار في الجزئيه دي. فبالنسبه لنا مثلا هيبقى مثلا بالنسبه لي البايسكتور بالمنظر ده. انا كده رسمت البايسكتور. هنعمل ايه؟ هاجي على الزاويه اللي انا طلعتها اللي هي الفاي سي اللي ب 60 دي، نصها بكام؟ نصها المفروض بالنسبه لنا 30. فهاجي يمين كده هقيس 30، وهاجي شمال هقيس برضو 30. تقريبا على ما اتذكر هتلاقي ان ال 30 بالنسبه لنا اليمين هتلاقيها هي على نفس الخط بتاع مين؟ بتاع اللي هو البول ده، فانت هتلاقي الزيرو بتاع اللي هو الزد سي موجود هنا، وهتلاقي البول برضو بتاع اللي هو البي سي هتلاقيه موجود هنا. فاللي حصل اللي حصل لو انت عايز تفهمها بالمعنى بتاعها، ان الزد سي مع البول دوت عمل له كانسليشن، يعني الجزئين دولت مع بعض كنسلوا بعض، حصل عمليه كانسليشن هنا، ان كأن مفيش بول هنا اصلا. ليه؟ لان المسار هنا هيطلع من البول هيخش على نفس الزيرو اللي هو موجود على نفس النقطه، فكأنهم الاثنين لغوا بعض. فكأن الرسمه بالظبط بالنسبه لنا بقى عندي بول هنا واثنين بولز موجودين في النقطه دي، فهتلاقي طبعا شكل الروت لوكس بتاعنا هيختلف تمام. طب خلاص انا كده عرفت البي سي، عرفت الزد سي، هننتقل للخطوه رقم 5. طبعا قبل ما تعرفهم، انت بالنسبه لك هنا في النقط دي الزد سي بكام؟ -1، والبي سي بكام؟ -4. فانت كده من الخطوه رقم 4 جبت ان الزد سي ب1 وان البي سي ب4. هتيجي بقى في خطوه رقم 5 وتقوم كاتب له جي سي اوف اس اللي هي الكنترولر بتاعنا، اللي هو اس بلس 1 على اس بلس 4، اللي هو البي سي والزد سي اللي انا وقعته. وتقوم بعد كده قايل له ان الزد سي ده عباره عن -1 على التي 1، فهيطلع معاك التي 1 بكام؟ -1 على الزد سي اللي هو بكام؟ -1 برضه، يطلع معاك بواحد. وهتطلع بعد كده البي سي اللي هي بالنسبه لنا -1 على الفا تي 1، فهتبقى بالنسبه لك الالفا كانها -1 على البي سي في التي 1، والتي 1 طلعت معانا بواحد، البي سي طلعت معانا بكام؟ ب4، فهتبقى بالنسبه لي -1 على -4 يعني كام؟ يعني ربع. فزي ما قلنا كده دايما هتلاقي القيمتين دول، القيمه دي والقيمه دي هتلاقيهم دايما بوزيتيف، وبرده دايما هتلاقي قيمه الالفا دي اصغر من 1. وهنشوف ليه اصغر من 1، ليه؟ لان احنا بالنسبه لنا قلنا ان الالفا عباره عن R2 على R1 زائد R2، فالقيمه اصلا بتاعتها لازم تطلع اصغر من 1 دايما. دي برده حاجه تعمل بيها تشيك على الحل بتاعك. احنا قلنا ان احنا هنحط السي 1 بكام؟ ب10 مايكرو فراد، فبالنسبه لي هطلع من هنا ان التي 1 اللي هي بتساوي R1 في سي 1، فهقدر اقول ان الار 1 بتاعتنا هتطلع ب 100 كيلو اوم بعد ما احسبها. وبعد كده اعوض في المعادله ديت واقوم مساويها بالربع، ومساوي الار 1 دي ب 100 كيلو اوم او ب 100 على طول. هلاقي ان تقريبا الار 2 على ما اتذكر يعني ب 33 وتلت كيلو اوم برضو. كده انا اعتبر جبت ار 1 جبت ار 2 والسي 1 اوريدي انا اصلا عملت لها افتراض كده من عندي، وهقوم راسم الرسمه بتاعه الدايره بتاعتي.
وتقوم كاتب هنا على الار 2 ديت ان هي بالنسبه لك ب 33.3 كيلو اوم، وكاتب هنا الار 1 اللي هي بالنسبه لك ب 100 كيلو اوم، وبالنسبه لك هنا السي 1 هتبقى بالنسبه لك ب 10 مايكرو فاراد. اخر خطوه بقى خالص اللي هي رقم 6 لو عملناها كده بالاسود هنا، ان انت بتجيب الجي تي اوف اس، ان انت هتضرب الجي سي اوف اس وفي الجي اوف اس على طول بتاعه السيستم. فلما تيجي تضربهم في بعض هتبقى بالنسبه لك الجي سي اوف اس اللي هي زد زائد 1 اس زائد 1 على اس زائد 4، وكل ده مضروب في ايه؟ مضروب في الكي على اس في اس زائد 1 في اس زائد 4. فانت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان اس 1 راحت مع اس زائد 1 اللي هو اصلا الدليل اللي احنا قلناه على الرسم، ان الزيرو هيعمل كانسليشن للبول اللي موجود عند -1، وده اوريدي اللي حصل في مين؟ اللي حصل في التوتال ترانسفير فانكشن، الاثنين عملوا كانسليشن لبعض. فكده بالنسبه لنا كأن الجي تي اوف اس هتبقى بالنسبه لي عباره عن كي على اس زائد 4 تربيع، عشان ديت بالنسبه لنا هتتضرب مع دي، وكل ده بالنسبه لي هيبقى في اس. خلاص انا جبت كده بالنسبه لي اخر خطوه خالص، ان انت هتجيب الكي. هتعمل ايه في الكي دي بقى؟ هتوصل كل طول هتجيب الماجنتيود كونديشن بتاعنا. طب هنجيبها ازاي؟ هنقيس ال1 ده وهنقيس ال2، ونخلي بالنا ان ال2 دوت موجود للزيرو وموجود للايه؟ للبول، وهنقيس برضو ال3. طيب هتبقى بالنسبه لي كانها ايه؟ كانها ال1 في ال2 في ال3 تربيع مقسومه على كام؟ على ال2. كانها ال1 في ال2 في ال3 تربيع على ال2، فال2 برضو كانها هتروح مع ال2، يعني كان في الاخر ان الكي ديت عباره عن ال كام؟ ال1 في ال3 تربيع، وتقوم طالعه القيمه بتاعتها هتطلع تقريبا معاك ب 24 او ب 24 وكسر، يعني حاجات بسيطه. المهم انها هتطلع معاك ب 24 وشويه. دي كده المساله اللي هي الاولانيه، واللي هي يعتبر اسهل فكره فيهم، ما فيهاش فيها اي مشكله. في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ زي ما احنا واخدين بالنا كده المسائل يعتبر الفكره الرئيسيه بتاعتها في الخطوات اللي انت موجوده بتاعت الكومبنسيتور، تكون عارف الخطوات وفاهم كل خطوه انت بتطبق فيها ايه، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل جدا ان شاء الله. طيب تاني مساله بس قبل ما اخش في بس تاني مساله وتالت مساله هيطبق عليهم الملحوظه اللي انا هقولها دلوقتي. ايه هي الملحوظه؟ في الخطوه رقم 4 وانت بتحسب الفاي سي، لو لقيت الفاي سي بالنسبه لك اقل من 70 درجه زي المثال اللي احنا حليناه الاولاني او المساله الاولانيه، فانت على طول عرفت كده ان انت معاك وان كومبنسيتور وبتشتغل عادي خالص زي ما انا اشتغلت. وانا يعني حبيت ان انا اوضح الجزئيه دي بعد ما احل المساله مخصوص عشان تبقى الدنيا واضحه كده. انت كأن انت بالظبط بتعمل ديزاين لوان كومبنسيتور وخلاص، الدايره بتاعتك هتبقى هو نفس الدايره بتاعتنا. طب لو انا بقى بحل زي ما هنشوف ان شاء الله في المساله الثانيه والثالثه، لقيت ان الفاي سي بتاعتنا اكبر من او بتساوي، يعني هنعتبر ان ديت بالنسبه لنا اصغر من او بتساوي ال70 وهنا اكبر من ال70. لو لقيت ان الفاي سي اكبر من 70 درجه، يعني مثلا مثلا لقيتها مثلا ب 90 درجه مثلا، فانت بتعمل ايه؟ انت كده يعتبر محتاج تو كومبنسيتورز. طيب التو كومبنسيتورز دولت بيكونوا ازاي بقى؟ برسمهم ازاي او بعملهم ازاي؟ كاني بالظبط بنسخ الكومبنسيتور وبقوم حاطه على التوالي مع الكومبنسيتور الثاني. يعني انا المفروض معايا كومبنسيتور واحد كده بالمنظر ده اللي هو فيه ار 2 وهنا ار 1 وهنا سي 1، كاني بالظبط باخد دوت واعمل له كمان كوبي واقوم موصله على التوالي معاه. بعد ما اوصله على التوالي هيبقى كأن انا كده معايا برده هنا ار 1 ومعايا هنا سي 1 ومعانا هنا الجزء الثاني بتاعنا اللي هو ار 2. فكأن انا كده بقى عندي تو كومبنسيتور متوصلين على التوالي او بنسميهم الكاسكيدد كومبنسيتور. طيب الكاسكيد كومبنسيتور دوت انا خلاص عملته، فادام انا محتاج لتو كومبنسيتور وانا طلعت الزاويه ب 90 درجه، فبالمنطق كده ان الزاويه دي هقسمها على 2 عشان يديني زاويه بتمثل الفيز انجل اللي بتمثل كومبنسيتور واحد. فلما اجي اقسمها كاني هقول اف سي نيو الجديده هتبقى كانها بالظبط بتساوي الاف سي على الاثنين، فهتساوي كام؟ 45 درجه. طب لقيت ال 45 درجه دي فعلا اوريدي كده اصغر من او بتساوي كام؟ المفروض 70 يعني اللي هو الكونديشن بتاعي. تمام، يبقى انا كده بالنسبه لي خلاص هكمل حل المساله، بس هقول له ان الكومبنسيتور اللي عندي ان الجي سي اوف اس، بما ان انت عندك 2 كومبنسيتور 2 متوصلين على التوالي، فكأن المعادله بتاعتي بقت زد زائد السي ناقص اس ناقص الزد سي على اس زائد ناقص البي سي، وكل ده بالنسبه لي ربعته. وفي نفس الوقت برضو لما اجي اساويه بالالفا اللي هي بالنسبه لنا هتبقى مضروبه في 1 زائد تي اس على 1
زائد الالفا تي 1 اس. لما اجي اطبقها في الجزئيه دي فكده بالنسبه لي برضو كأن كل دوت بالنسبه لنا ايه؟ تربيع. طيب لما تيجي تحسب بقى قيمه الزد سي والبي سي بالنسبه للالفا والتي هتلاقيها برضو هي نفس القيم مش هتتغير، ان الزد سي بالنسبه لنا هو عباره عن -1 على التي 1 عادي، وان البي سي برضو هي بالنسبه لي عباره عن -1 على الالفا تي 1. تمام؟ ليه؟ لان كأن انا هنا لما اساويهم ببعض كأن التربيع ده بيطير مع التربيع، فهتديك برضو نفس الايه، نفس الستبس عادي. بس خليك عارف ان انت كده كأن انت عندك 2 زيروز في نفس النقطه و2 بولز في نفس النقطه. هي دي بس الفكره، عندك 2 زيروز في نفس النقطه و2 بولز في نفس النقطه. هفترض دلوقتي ان انا مثلا لقيت وانا بحسب الفاي سي، لقيت ان الفاي سي اللي انا حسبتها دي لقيتها مثلا ب 180 درجه. فهاجي اجيب الفاي سي الجديده هلاقي ان هي بكام؟ 90 درجه. طب ما هي 90 درجه ديت اوريدي لسه اكبر من كام؟ من 70. فهعمل ايه؟ هقوم برضو قاسم برضو فاي سي جديده واقوم قاسمها على اللي هي فاي سي نيو داش مثلا، هقسمها على الفاي سي نيو الجديده هقسم برضو على 2، فهتبقى بالنسبه لنا هتطلع بكام؟ ب 45 درجه. فكأن انا كده يعتبر محتاج كام كومبنسيتور؟ 4. بس هي الفكره في كده، بس صعب جدا يجيب لك حاجه زي كده، صعب جدا تلاقي حاجه شبه كده. تمام؟ في الغالب هتلاقي الجزء بتاعك هو اكبر من 70. تمام؟ ولما تقسمه على 2 هتلاقي القيمه اللي طالعه لك هي اصغر من كام؟ من 70، فهتشتغل عادي خالص. طيب خلينا نطبق الكلام دوت في المساله الثانيه. المساله الثانيه هو برضو نفس الفكره، مديك جي اوف اس، مديك السبيسيفيكيشن بتاعتنا، والمره دي بيقول لك ايه على طول؟ بيقول لك اعمل ديزاين لفيز ليد كومبنسيتور. فانت هتعمل الخطوات كلها واوريدي هو مديك النوع اصلا، فانت وانت بتحل برضو لازم تعمل تشيك ان الفاي سي لازم تطلع بالبوست. طب هو مديك المره دي اوفر شوت، بيقول لك لازم يبقى اقل من 5%، ومديك سيتلينج تايم لازم تكون اقل من 2 ثانيه. فهو انت بتساوي القيم دي، هتقول له اول حاجه ان انت عايز تحسب الايه؟ الزيتا والاوميجا ان. فالاوفر شوت بالنسبه لنا زي ما احنا عارفين عباره عن ماينس اللي هو باي في زيتا على جذر 1 ناقص الزيتا سكوير، وكل ده بالنسبه لنا كانه مضروب في 100، وكل ده بالنسبه لي بيساوي كام؟ 5% اللي هي كانها 5. فطبعا انت من هنا هتحسب طبعا على حسب قيمه الزيتا، تطلع معاك قيمه الايه؟ الزيتا. ونفس الفكره هتقوم معوض بالسيتلينج تايم اللي هي ب2، هتقوم معوض عنها بكام؟ ب4 على زيتا اوميجا ان. هتلاقي هنا مش قايل لك السيتلينج تايم دي تبع البرسنت اللي هي 2% او 5%. احنا عارفين طبعا ال 2% كانت بكام؟ 4 على زيتا اوميجا ان، ولو كانت 5% كانت كام؟ 3 على زيتا اوميجا ان. فانت دايما لو هو مش قايل لك بتحسب على كام؟ على ال 2%، يعني هتحسبها على كام؟ على 4 على زيتا في اوميجا ان. طبعا انت خلاص اوريدي جبت الزيتا، هتطلع مننا قيمه الاوميجا ان. هتلاقي ان الزيتا تقريبا 7 من 10 او بالظبط ب 69 من 100 لو انت عايز تحسبها بالظبط، والاوميجا ان هتطلع برده معاك تقريبا ب 3 او بالظبط برده ب 2 و9 من 10. بعد كده تاني خطوه بقى هنطبقها، ان احنا هنجيب اس 1 2 اللي هي ماينس زيتا اوميجا ان زائد او ناقص جي اوميجا ان في جذر 1 ناقص الزيتا سكوير. هتلاقي ان القيمه دي هتطلع معاك سالب 2 زائد او ناقص جي 2 و1 من 10. لو انت طلعتها 2 وبس بدل 2 1 من 10 تمام، هتطلع برضو ايه؟ تقريبا صح الحلول بتاعتك، مش هيطلع برضو فيها غلط يعني. فهو الموضوع كله على حسب انت بتقرب قد ايه. طيب خلاص احنا حسبنا الجزئيه دي. تالت حاجه بقى ان انت هتعمل ايه؟ هتعمل تشيك للاس 1 و2 ان انت هتطبق زي ما قلنا الانجل كونديشن. فاحنا هنرسم برضو نفس الفكره اللي هو السيجما والجي اوميجا بتاعتنا. بعد كده هقوم حاطط البولز والزيروز بتاعه السيستم بتاعي. السيستم بتاعي كان عباره عن ايه؟ عباره عن البول برضو ما فيهوش زيرو، بول بصفر وسالب 2 وسالب 5. فهتيجي كده توقع النقط اللي انت عملتها ديت اللي هي بالنسبه لك صفر سالب 2 وبعد كده سالب 5. خلاص عملنا النقط، هنضيف معاهم النقطتين اللي هم بتوع مين؟ بتوع الديزايرد دومينانت كونجوكيت بولز اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هو سالب 2 و2 و1 من 10. فهتيجي برضو هنا عند سالب 2 هنا تطلع 2 1 من 10 كده هنا تقريبا. خلينا برضو نعملها بلون تاني، وهتبقى الناحيه التانيه هنا كده. بعد كده هنطبق ايه؟ هنطبق الانجل كونديشن زي ما احنا قلنا، ان احنا هنوصل البول دوت بكل البولز والزيروز اللي موجودين عندنا في الايه؟ في الرسمه بتاعتنا. وبعد كده هنقيس الزوايا اللي موجوده عندنا اللي هي هتبقى برضو في الحاله دي سيتا 1 وسيتا 2 اللي هي ب 90 اكيد، وسيتا 3. هتلاقي الزاويه دي تقريبا بكام؟ هتلاقي ان سيتا 1 هتطلع معاك سالب، الزاويه سيتا 1 هتلاقيها 135، الثانيه ب 90 تقريبا، والثالثه هتلاقيها تقريبا ب 35 درجه.
فهتيجي تحسبها هتلاقي ان هي تطلع معاك في الاخر بسالب 260 درجه. يعني اكيد ما بتساويش ايه، ما بتساويش سالب 180. وبالتالي انت محتاج تعمل ليد كومبنسيتور، فهتكتب نفس الكلمتين اللي احنا كتبناهم في المساله الاولانيه، ان هما الاثنين مش موجودين على الروت لوكاي بتاع الجي اوف اس، فبالتالي انت محتاج تعمل ديزاين لليد كومبنسيتور المره دي. بعد كده هتحسب الفاي سي، ان انت هتقول له السالب 260 اللي انت حسبتها دي بلس الفاي سي هتساوي سالب ال 180. هتلاقي من هنا ان الفاي سي هتطلع معاك بموجب 80 درجه. فادام هي بالنسبه لك بموجب 80 درجه، فكده هي اكبر من كام؟ اكبر من 70 درجه. فانت كده هتعمل ايه؟ هتطبق ان انت كأن عندك تو كومبنسيتور زي ما احنا قلنا بقى. فهتقوم جايب الفاي سي نيو وتقول ان هي عباره عن الفاي سي على الاثنين، هتطلع معاك بكام؟ 80 على الاثنين، يعني هتطلع معاك ب 40 درجه. 40 درجه هي اوريدي فعلا اصغر من ال 70 درجه. فانت كده خلاص اوريدي انت محتاج ايه؟ محتاج تو كومبنسيتور او تو ليد كومبنسيتورز. هنعمل ايه؟ انا كده عرفت ان انا عندي تو زيروز في نفس النقطه وتو بولز برضو في نفس النقطه. فهتيجي بالطريقه الثانيه بقى، احنا يعتبر عملنا الطريقه الاولانيه في المساله الاولانيه، خلينا نعمل الطريقه الثانيه بقى في المساله دي. الطريقه الثانيه ان انت برضو بتوصل النقطه دي بالاوريجن بتاعك وهي اصلا اوريدي متوصله. هتعمل ايه؟ هتحسب الجاما. الجاما بالنسبه لك عباره عن ايه؟ عباره عن نص 180 ناقص الفاي سي ناقص السيتا، اللي هي السيتا مين؟ اللي هي دي كده بالنسبه لك السيتا. هتلاقي السيتا دي تقريبا هتطلع معاك ب 45 درجه، وانت معاك الفاي سي بالنسبه لك بقى اللي هي بالنسبه لنا الايه؟ النيو، والناس تاخد بالها اللي هي بكام؟ ب 40 درجه، وتطرحهم من ال 180. وبعد ما تطرحهم من ال 180 هتقوم ايه؟ ضاربهم في نص. بعد ما تضربهم في نص هتلاقي تقريبا ان الزيرو بتاعنا هتلاقيه هنا كده تقريبا بالظبط، وهتلاقي ان البول بتاعنا تلاقيه تقريبا برضه هنا كده، يعني بالتقريب كده. انا هنا بقى يعتبر عندي كام بول وعندي كام زيرو؟ انا عندي هنا المفروض 2 بولز بالمنظر ده كده، تمام. وعندي هنا ايه؟ 2 بولز هنا، وعندي هنا 2 زيروز. فانا عندي هنا ده الزد سي وده البي سي، بس هم 2 بولز و2 ايه؟ و2 زيروز زي ما احنا قلنا. قيمتهم بكام؟ ده تقريبا هتلاقيه بسالب 2.1 من 10، فاللي هيطلعه برده بسالب 2 تمام، على حسب برده التقريب اللي انت هتقربه. وهتطلع البولز. طيب ما علينا، يعني المهم ان انت هتلاقيها اصغر من كام؟ اصغر من 5 تمام، ايا كان هي هتطلع كام. بعد ما طلعنا البول والزيروز هنطبق بقى نفس الستبس اللي انا كنت بطبقها بعد كده عادي خالص، بس باختلاف حاجه بسيطه. ان انا خامس حاجه بجيب الجي سي اوف اس، ان انا هقول له ان هي عباره عن اس زائد 2.1 من 10 اللي هو الزيرو، على اس زائد مثلا سي مثلا 4 مثلا، يعني على اساس ان البول طلع مثلا ب4 هفترض ان هو 4، واقوم مربع كل ده. هتيجي بقى تقول له برده ان الزد سي هتساوي سالب 1 على التي 1. هتحسب من هنا التي 1 ان هي بالنسبه لك سالب 1 على الزد سي، تطلع معاك بقيمه. وبعد كده الالفا هتطلعها، وبعد كده هتقوم قايل له ان السي 1 برده ب 10 مايكرو فراد، وتطلع من هنا الار 1، وبعد كده تطبق هنا في الالفا وتقوم مطلع منها الايه؟ الار 2. بعد ما طلعنا الارات والجزء دوت كله هترسم الدايره بتاعتك زي ما قلنا كده، ان انت بيكون عندك تو كومبنسيتور متوصلين مع بعض على التوالي. ده كده اللي هو المفروض بيمثل ايه بالنسبه لنا؟ ده كده اللي بيمثل التو كومبنسيتور مع بعض، اللي هو كلها على بعضها بتمثل الجي سي اوف اس كلها، اللي هي بتاعت الكنترولر بتاعنا. اخر خطوه خالص ان انت هتقول له بقى الجي توتال بالنسبه لنا هتبقى عباره عن حاصل ضرب الجي سي اوف اس مضروبه في الجي اوف اس، تضربهم هما الاثنين في بعض تطلع زي ما تطلع، وفي الاخر تحسب قيمه الكي. وناخد بالنا بقى واحنا بنحسب قيمه الكي، انا بالنسبه لي قيمه الكي وانا بحسبها هنا هتبقى عباره عن ايه؟ عندي ال واحد اهو متمثل في بول واحد، وعندي بول كمان عند الاثنين اللي هو بالاحمر دوت متمثل بايه؟ بال 2، وعندي 2 زيروز متمثله في ايه؟ في ال 3. يبقى انا كده يعتبر لما اجي اكتب ال 3 هقول ال 3 ايه؟ سكوير، او ال 3 تربيع. وعندي برده 2 بولز متمثلين هنا في ال كام؟ ال 4، فهتبقى برده بالنسبه لنا هنربعها. وفي الاخر خالص ال 5، فهتبقى بالنسبه لي كانها ال 1 في ال 2 في ال 4 سكوير في ال 5. كده ال 1 ال 2 في ال 4 سكوير في ال 5 مقسومه على ال 3 سكوير بالنسبه لي. ونطلع بعد كده قيمه الكي. في حد عنده اي سؤال كده في النقطه دي او في المساله دي؟ طيب تالت مساله هتلاقيها بالظبط نفس المساله اللي هي رقم 2 دي، برضو بنديك برضو اوفر شوت او ومديك برضو سيتلينج تايم.
فانت هتطبق نفس الفكره، بس الفكره ان انت هنا عندك يعتبر ايه 2 بولز عند الزيرو، وعندك بول عند ايه عند -1.5. هتطبق نفس اللي احنا عملناه بالظبط وتعمل برضو ليد كومبنسيتور. هتلاقي برضو ان الزاويه هنا هتطلع معاك اكبر من كام، من 70. فهتعمل نفس اللي احنا عملناه في المساله الثانيه. يبقوا حلوها برضو مع نفسكم كده، ولو فيها اي حاجه ابقوا عرفوني. احنا كده يعتبر خلصنا الحمد لله السكشن بتاعنا، وكده خلصنا الليد كومبنسيتور يعتبر كله. في حد عنده اي سؤال؟ ماشي يا شباب، السلام عليكم.